مساء شريف واخبار حلوه جدا للناس اللي كانت بتسال على ماتشات كاس العالم للانديه 2025 اللي هيشارك فيه بشكل مؤكد النادي الاهلي، او الورلد كاب كاس العالم للمنتخبات اللي هيشارك فيه بنسبه كبيره منتخب مصر، والاثنين هيتلعبوا في امريكا. منتخب مصر هيشارك ومش محدد حتى الان التصفيات الاولى هتتم في المكسيك ولا في امريكا ولا في كندا، لكن التصفيات اللي بعد كده او ان التصفيات النهائيه هتبقى مؤكد ان هي في امريكا. منتخب مصر او النادي الاهلي مشجعينه يقدروا يشاركوا وييجوا امريكا في كاس العالم اللي جاي عن طريق السفاره بالقاهره او اي سفارات امريكيه في الدول اللي هم مقيمين فيها، مع تحديد الغرض، لان الفيزا اللي هيقدموا عليها اسمها فيزا سياحه B1 B2، لكن هيحددوا الغرض هو حضور ماتشات كاس العالم. اسئله الناس اللي كانت بتيجي: هل محتاجين نقطع تذاكر وحجز فنادق وحجز طيران قبل ما نخش السفارة؟ الإجابة جت من وزارة الخارجية الأمريكية ومؤكدة بالإعلان اللي فوق من الفيفا نفسها، الموقع الرسمي الفيفا FIFA.com، إن مش محتاجين تحجزوا تذاكر، لأن التذكرة الواحدة ب$500، فأنت أكيد مش هتحجز تذكرة على تقديم سفر وممكن تترفض، ولا هتحجز فندق ولا هتحجز طيران. أنت هتخش السفارة، تقدم الابلكيشن قبل ما تخش ان انت محدد فيه الغرض من السفر هو حضور ماتشات كاس العالم للانديه اللي هيشارك فيها الاهلي، او ماتشات كاس العالم الوكب اللي باحتمال كبير يشارك فيها منتخب مصر. حتى لو منتخب مصر بعد الشر ما شاركش في كاس العالم، من حقك برضه تروح وتتفرج على الماتشات. يعني تحدد الغرض من السفريه هو ان انت رايح تحضر ماتشات الورلد كاب. طيب، الفيفا اعلنت ان لا يشترط قطع التذاكر قبل مقابلة السفارة، لا يشترط حجز طيران قبل مقابلة السفارة، لا يشترط حجز فندق قبل مقابلة السفارة. وبالتالي حضرتك ممكن تبدأ من دلوقتي تقدم على فيزا أمريكا من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة، أو لو أنت مقيم في الكويت أو قطر أو دوحة أو يعني أي مكان عايز تقدم منه تقدر تقدم منه على السفر لأمريكا بفيزا B1 B2، هي فيزا السياحة، وتحدد الغرض من السفر. لما يتوافق عليك تقدر هنا تقطع التيكت والطيران والفندق. طيب، هل ممكن تحصل على الفيزا وما تقطعش الحاجات دي وتسافر وتخش؟ لا، مش ممكن، لان بنسبه كبيره جدا ضابط الجوازات اللي موجود في الولايات اللي انت هتنزل فيها، ايا كان الولايه تنزل فيها، هيسالك انت جاي ليه، هيقولك تقول له انا جاي عشان احضر ماتشات، فين التيكتس، فين الطيران، فين الفندق. فهنا لو مش معاك ممكن يرجعك، ممكن او يرجعك لاي اسباب تانية، من ضمنها التشيك باك جراوند، من ضمنها ان لو واحده حامل وهم رافضين دخول امريكا، في اسباب تمنع ضابط الجوازات ان هو يوافق لك على الدخول لامريكا. فخدها ستيب باي ستيب، قدم. وانا بفضل انت تقدم من خلال شركه سياحه، ومش مشترط ليك او محدد ليك او برشح ليك شركه سياحه، قدم من خلال اي شركه سياحه اللي انت من خلالها تقدر تعمل ملف كويس تخش بيه على السفاره وتاخد الفيزا، وبالتوفيق للجميع. ودي طريقه شرعيه وسليمه جدا لدخول امريكا عن طريق فيزا السياحه، لان لازم اقول ان السفر باي طرق غير شرعيه غير مقبول، غير مضمون، غير مرحب بيه، وتحديدا من المكسيك، لان ياما قلت محدش يجي عن طريق المكسيك طريق الموت. بالتوفيق للجميع.